السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ارتقي للأفضل. اليوم بغيت نوقف معكم عند فكرة عميقة شوية، فكرة كيمروا منها بزاف ديال الناس ولكن قليل اللي كيهضر عليها بصدق. علاش كنعرفوا شنو هو الصح، كنعرفوا الطريق، كنعرفوا شنو خاصنا نديرو، ولكن مع ذلك ما كنقدروش نعيشوه. السؤال ماشي شنو خاصني نبدل، حيت الجواب معروف. السؤال الحقيقي علاش ما كنقدرش نكمل. بزاف منا كيظن ان المشكل هو نقص الاراده، وكيقولوا انا ما عنديش قوه، انا ضعيف، انا ما كنتبتش. ولكن الحقيقه في اغلب الاحيان الاراده ما كتكونش مفقوده، كتكون مستنزفه. حيت كنطلبوا من راسنا بزاف، كنستعجلوا التغيير، وكنظنوا ان التحسن خاصو يبان بسرعه. الله سبحانه وتعالى قال: وكان الانسان عجولا. العجله جزء من طبيعتنا، ولكن الله مربطش القرب منه بالسرعة، ربطه بالثبات. حتى القرآن منزلش دفعة واحدة، نزل بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. إلا كان الله اختار التدرج حتى في الوحي، كيفاش نطلبوا من راسنا تغيير فوري؟ بزاف الناس كيحاولوا يغيروا راسهم بالقوة، ولكن العلماء قالوا: من لم يفهم نفسه أتعبها. ابن القيم في كتاب مدارج السالكين كيشرح أن النفس إلا ما تدرجتش كتتمرض وما كتقبلش التغيير المفاجئ. يعني المشكل ماشي في غياب الرغبة، ولكن في غياب الفهم. ومن الأخطاء اللي كنطيحوا فيها أننا كربطوا القيمة ديالنا بالنتيجة. إلا نجحت أنا مزيانة، وإلا فشلت أنا ضعيفة. ولكن الله سبحانه وتعالى ما كيعملناش هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الله كيشوف النية والصدق والمحاولة، وحتى إلا ما جاتش النتيجة اللي بغينا. الإمام الغزالي في كتاب إحياء العلوم كيهضر على أن كثرة التكليف تولد النفور، وأن العبادة إلا ما دخلتش بالقلب كتولي ثقل. ولهذا كان ينصح بالدوام القليل لا بالكثرة المنقطعة. وهنا نقدر نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ماشي مطلوب الكثرة، ولكن الاستمرار. دابا خليني نعطيك أول نصيحة عملية. بدل ما تسولي أو تسول راسك شنو خاصني نزيد في حياتي، سول شنو خاصني نخفف، شنو خاصني نقص. حيت بزاف ديال التغيير كيبدا من التخلي ماشي من الإضافة. كاين سبب آخر كيخلي الناس بزاف يطيحوا، هو أسلوب يا كامل يا بلاش. إما نكون مثالي أو نحبس. ولكن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى عارف الوسع ديالك وما طالبش منك شي حاجة فوق من طاقتك. خليني نعطيك تمرين بسيط ولكن قوي. قبل ما تنعس هاد الليلة، سول راسك سؤال واحد: شنو الحاجة الوحيدة اللي درتها اليوم وقربتني شوية من الخير، قربتني شوية من الأهداف ديالي؟ حتى إلا كانت صغيرة، اعتبرها خطوة وما تستهنش بها. في كتب علم النفس السلوكي كيهضروا على مفهوم التحميل الزائد. ملي كتطلب من راسك بزاف، النفس كتختار التوقف، ولكن ملي كتعامل معها بلطف كتعاونك. التغيير اللطيف كيبقى، والتغيير العنيف كيتقطع. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع هنا ماشي غير كلمة، هي دعم وتوفيق وقرب. ماشي شرط تكون كامل باش تكون قريب من الله. وفي الأخير بغيتك تبدل سؤال واحد في حياتك. ما تسولش علاش أنا ما تبدلتش، سول شنو الخطوة الخفيفة والصغيرة اللي نقدر نكمل فيها. خفف، كمل، وخلي الباقي لله. التغيير الحقيقي ما كيبانش في نهار، ولكن ملي كيبان كيكون ثابت. خلينا نمشيو بشوية ونرتقي للأفضل.